عمرك سألت نفسك ليه ممكن إنسان يدافع عن مغتصب أو متحرش، وخصوصا لو كان مشهور، حتى بعد صدور حكم الإدانة ضده؟ ايوه يا سيدي، تخيل في ناس بتدافع عن المتهم بالتحرش او الاغتصاب حتى بعد صدور الاحكام ضده، زي اللي بيحصل دلوقتي في قضيه المطرب سعد المجرد اللي صدر ضده حكم نهائي في فرنسا بالحبس 6 سنين في قضيه اغتصاب فتاه فرنسيه بترجع الوقائع بتاعتها لسنه 2018، ولسه الحكم صادر في 2023 وادانه بالحبس، بخلاف عقوبه كمان انه هيتمنع من دخول فرنسا كذا سنه بعد ما يقضي فتره عقوبته. ودي ما كانتش القضيه الاولى لسعد المجرد اللي اتحبس فيها في فرنسا، كان له قضيه قبل كده في 2017 واتحبس فعلا فيها، بس طلع لتدهور حالته الصحيه. ولا مش بس القضيتين دول اللي كانوا ضد سعد المجرد، لا في قضايا تانية مرفوعه ضده في بلاد تانية كمان، ولسه كمان هيتحاكم عليها. يعني تاريخ مشرف من قضايا التحرش والاغتصاب، ورغم كل اللي بنحكيه ده وصدور حكم نهائي ضده، الا ان برضه لسه في ناس، تخيلوا، بتدافع عنه. وتلاقي نفسك بتضرب كف على كف، مش فاهم انتوا بتقولوا ايه يا جماعه وبتعملوا ايه اللي انتوا بتهببوه ده؟ علم النفس بقى عنده راي في اللي بيهببوه ده، ان انت بتبقى شايف المشهور بتاعك لاعب كوره، فنان او مغني او ممثل، ايا ما كان اللي انت بتحبه، انت بتحبه وشايفه في صوره ملائكيه، وشايف ان المجرم لازم تبقى ليه سمات شخصيه وشكل وهيئه معينه، هو ده اللي يبقى مجرم. لكن الفنان بتاعي ده فنان حساس ورقيق، لا يمكن يعمل جريمه زي دي. ده بخلاف انك ما تعرفش الضحيه، فالضحيه بالنسبه لك شخص غريب عنك، فانت شايف ان اسهل حاجه انك تدين الغريب، بس القريب منك ده لا، ما تقدرش تدين. كل الموضوع ده طلع يا غلبان من عقلك الباطن، عقلك الباطن اللي عمال يقول لك لا الفنان بتاعي ده لا يمكن يكون مغتصب، دي جريمه لا يمكن يعملها. بس لا، الفنان في الاول وفي الاخر انسان زينا كلنا، ممكن يعمل جرايم عادي جدا، والشكل الملائكي والصوت الملائكي ده ممكن يبقى وراه وحش، زي ما شفنا مطرب حساس مرهف المشاعر وهو بيقطع الروس وبينضم لداعش زي فضل شاكر. اظن بقى فضل شاكر مفيش اتنين يختلفوا على حنيته. فاسمح لي اخترق عقلك الباطن واقول لك ارجوك لما تبقى قصاد قضيه بالحجم ده، حاول تحيد مشاعرك تماما وتبطل تبص للمجرم على انه الفنان المشهور اللي انت بتحبه، وبص لحجم الجرم اللي هو عمله، وخصوصا ان الجريمه مش بس اذى نفسه، لا ده في ضحيه اتاذت، ضحيه جريمه بشعه. نيم لي والنبي عقلك الباطن شويه واطلع لي بعقلك الواعي بعد اذنك. نقفل بقى على السيره دي وتعالوا يلا بينا نروح نشوف نشره الاخبار. ولفيت لفتي وجبت لكم اهم الاخبار. على صعيد العركه الروسيه الاوكرانيه، ابا الحاج بوتين لسه شغال دعك في البت اوكرانيا، والولا زيلينسكي طلع قال لك احنا هنرد عليه رد حاسم بس في الربيع ان شاء الله. مش عارفين هو بردان يعني ولا حران ولا ايه، المهم ان هو هيرد في الربيع. في نفس الوقت اللي وزير الدفاع التايواني بيقول للجيش بتاعه خليكم متاهبين وجاهزين عشان التنين الصيني ممكن يخش الحدود بتاعتنا في اي وقت. قلبه جامد برضه، ما هي امريكا واقفه في ظهره وعماله تدعمه بالسلاح، وخصوصا بتدعم سلاح الجو التايواني، والتنين الصيني مش ساكت وبيتوعدهم كلهم. لما رحت بقى اشقر على ابا الحاج كيم بيعمل ايه، لقيته قال لك ان كوريا الشماليه مستمره في انها تعمل ترسانه من الاسلحه النوويه. وعلى سيره النووي بقى، الوكاله الدوليه للطاقه الذريه قالت لك ان هم ملاحظين كده ان في نشاط زايد في تخصيب اليورانيوم، بس فين؟ في ايران. فقال لك احنا هنبعت المراقبين بتوعنا عشان احنا الفار بيلعب في عبنا كده، يروحوا يشوفوا على الارض ايه اللي بيحصل. وطبعا احنا عارفين ان هي دايما بتبتدي بشكوك زي ما حصل بالظبط في سيناريو العراق. يا ترى احنا هنروح لسيناريو العراق بس في ايران المره دي؟ ربنا يستر عشان احنا مش حملها. نسيبنا بقى من اخبار النووي دي اللي تكركب البطن، وتعالوا نشوف القانون الجديد اللي بتعمله بريطانيا. بريطانيا بتعمل قانون جديد للحد من الهجره الغير شرعيه لاراضيها، مش هتمنح لجوء وهتقوم بطرد اي حد يدخل البلد بطريق غير مشروع. ما هو الحقيقه ما فيش حد بيسيب بلده وارضه كده سداح مداح مفتوحه، يعني من الاخر يعني بيقولوا لك لو هتيجي عندنا كده ما فيش ميزه ان انت تيجي بطريقه غير شرعيه. نسيبنا بقى من كل العالم دي كلهم ويلا بينا نروح على ام الدنيا. مبروك علينا يا جماعه رجوع التوقيت الصيفي. والله رجعوا التوقيت الصيفي، يعني احنا في اخر جمعه في ابريل هنقدم الساعه ساعه، يعني بدل ما الساعه 6 هتبقى الساعه 7. اعتبارا من اول ابريل هيتم صرف زيادات على المرتبات والمعاشات، والزيادات دي تم تقديم ميعاد صرفها لمساعده الناس على مواجهه
التضخم اللي موجود. وطبعا الكلام ده لموظفين الحكومه والمعاشات. طب بالنسبه للقطاع الخاص مفيش حد هيبص له نظره عطف، نظره عطف واحده. وعلى سيره التضخم اللزوز، لاول مره في 2023 بيتم رفع اسعار البنزين والوقود، على الرغم من ان لجنه التسعير ثبتت السعر في اكتوبر 2022، ومع توقعات كل الناس بزياده الاسعار في يناير 2023 الا انهم برضو ثبتوا الاسعار. بس في مارس كانت الزيادات كبيرة جدا في سعر الدولار وسعر الوقود، فكان لازم يعلوا السعر بما يوازي الزيادات والارتفاعات دي كلها. قطع التضخم وسنينه واخباره. تعالوا نخش كده على خبر حلو كده يطري على قلبنا. وزير السياحة والآثار المصري أعلن في مؤتمر صحفي عن اكتشاف ممر جمالوني داخل الهرم الأكبر، هرم خوفو. الممر ده بطول 9 متر وقالب الدنيا، وكل المواقع والصحافة المهتمة بالشؤون دي بتوصفه انه من اهم الاكتشافات في القرن ال21. وما زال العمل مستمر في مشروع سكان بيراميد علشان يوصلوا ايه يا ترى الهدف من الممر ده وايه وظيفته، ويشوفوا لو في اكتشافات تانية هيقدروا يوصلوا لها. اظن انا كده ما حرمتكوش من حاجة. هروح بقى الف لفتي وارجع لكم تاني.